السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع نجمة ريسيب. الوصفة تاع اليوم انتم طلبتوها مني، راح تكون الكروكي على طريقة المحلات. كي نقولوا طريقة المحلات يعني راح نستعملوا الوصفة التجارية اللي خاصة بالمشاريع. وصفة سهلة بصح بزاف منكم ما يخرج لهمش على حبة كيما المحلات، طري من الداخل وكروستية من برا. تابعوا الفيديو باش تعرفوا اسراره اللي راهم كامل في الطريقة اللي نطبقوا بها الوصفة وفي الطريقة اللي نطيبوه بها. الوصفة هذه راح نحتاجو زوج حبات تاع بيض برك، ولازم البيض لهنا ما يكونش صغير بزاف. راح نحتاج 250 غرام تاع زيت، 230 غرام تاع سكر، زوج باكيات خميرة الحلوى اللي هما 20 غرام و15 غرام لافاني، وراح نكملو بالفارينة اللي هي 630 غرام. بسم الله نبداو الوصفة. راح نبدا اول حاجه نضرب البيض مع السكر. كيما دايما نقول لكم اي وصفه يكون فيها البيض والسكر لازم يضربوا وحدهم هما الاولين، ما نزيدوش المكونات الاخرين حتى نشوفوا السكر تاعنا ذاب والخليط تاعنا ولا ابيض، يعني البيض تضاعف الحجم نتاعو. هذه الخطوه بزاف مهمه باش تنجح لكم الوصفه تاعكم. كيما نديروها في الجينواز نديروها حتى في الحلويات الجافه كيما الكروكي باش يجينا خفيف وتجينا الوصفه ناجحه. شوفوا كي بديت نضرب فيه بالخف بدات لا كولور تاعو تتبدل، يعني السكر بدا يذوب لي والبيض تاعي بدا يطلع. كل ما يطلع البيض راح يتضاعف في الحجم والخليط تاعنا راح يولي بلا كولور بيضاء. ولهنا باش يطلع لكم بالخف سيختو الا كان الباتور تاعكم ضعيف شويه لازم تستعملوا البيض يكون بدرجه حراره الغرفه، يعني تجبدوه ما قبل من الفريجيدير. هذا هو القوام اللي لازم يكون فيه الخليط. كي يطلع البيض مع السكر راح يكون شويه ثقيل، يكون رايح للكريمي. رفدت شويه بيدي باش نشوف اذا السكر ذاب ولا لا. في هذه المرحله راح تصيبوا غير حبيبات قليله، راح نكملوا نذوبوهم بالزيت اللي راح نزيدوها على دفوعات، ما نزيدهاش على ضربه. لازم الباتيغ يكون يخدم، وانا راني نزيد في الزيت غير بالعقل هكا باش الكميه تاع السكر اللي بقات لنا ما ذابتش نكملوا نذوبوها بالزيت. ما تنساوش تجيبوا سباتول وخطره بخطره تهبطوا واش كاين في الاطراف، باسكو اول حاجه تكون كاينه في الاطراف راح تكون السكر اللي قلنا لازم نذوبوه. الخلط تاعنا راهو واجد. نكمل باقي المكونات. زيت لافاني، الباكي الاول تاع الخميره، الباكي الثاني، وراح نبدا نزيد في الفارينه اللي نزيدها تدريجيا، والفارينه لازم تغربلوها قبل ما تضيفوها. راكو تشوفوا كيفاش راني نخدم. لهنا حبست الباتور وجبت سباتول. كيما دايما نقولكم في لي فيديو الفارينه جامي ما تدخلوها بالباتور، لازم تدخل بالسباتول، ولا اللي ما عندوش ينجم بالمغرف. اذا لاحظتوا كي كنت نزيد في الفارينه زدت الكاس الاول على ضربه، الكاس الثاني على ضربه، يعني راني درت نصف الكميه اللي قلتها لكم واللي هي 630 غرام. شفت لاباط تاعي بدات تثقل كيما راهي تبان لكم، بصح على بالي مازال خاصها كميه مليحه تاع فارينه باش تولي لي عجينه. واش درت؟ زدت الكاس الثالث على ضربة على بالي ما راحش ينشفها لي، والكاس الرابع راح نزيدو تدريجيا. دايما في اي وصفه ما تروحوش تزيدوا الكميه تاع الفرينه اللي تكون مكتوبه مباشره، ديروا نص تاعها والنص الاخر تبداو تزيدوا فيه تدريجيا، باسكو كل فرينه كيفاش تشرب. ماذا بينا حنا تجينا طريه نقدروا نزيدوا يعني تداوى وما تجيناش ناشفه. اذا جاتنا ناشفه راح نضطروا نزيدوا لها كاش مكون كيما الحليب ولا البيض باش نعاودوا نطريوها، وهكا النتيجه ما راحش تجينا مضمونه لانه رانا خسرنا المكونات والمقادير اللي كانت محسوبه. حاجة واحدة أخرى بالنسبة للطريقة، شوفوا كيفاش راني ندخل في الفرينة بيدي، ما رانيش نعجن فيها، ما نستعملش صباحتية، غير نطبقها على بعضها بعض او ميم طون نعبص شوية حتى تدخل كامل هذيك الفرينة. هكا راح يكون القوام تاع العجينه. كي تكملوا تدخلوا كامل الكميه تاع الفارينه نحطها على البلان دو طرافاي وراح نبدا نشكل فيها حربوش ونطوي. دوك تشوفوا كيفاش نطويها من الاطراف، كل حربوش نطويها على زوج، نعاود ندير حربوش واحد اخر ونعاود نطويها بنفس الشكل، ونكرر هذه العمليه 3 مرات حتى 4 مرات باش نسقم العجينه بلا ما نعجنها. شوفوا العجينه راني نخدم فيها بكل سهوله وبلا ما ندير حتى قطره زيت في البلون دو طرافاي ولا في يديا، يعني العجينه ما راحش تكون تتلاصق كيما الكروكي اللي نخدموه في الدار واللي لازم نديرو الزيت في يدينا باش نقدروا نشكلوه. قسمتها لكم باش تشوفوها كيفاش تجي من برا ومن الداخل، راهي بزاف ليس، راهي تشبه العجينه تاع اللوز اللي نديرو بها الفاكهه. وزنتها باش نقسمها بالتساوي راح تعطيني 2 ليبودة، يعني كل واحد راح ندير فيه 625 غرام على حساب الوزن الكلي تاع العجينة كي وزنتها في الاول. السنيوه اللي راح نطيب فيها وحوست على البابي كويزون ما صبتوش لقيته خلاص لي، درت في بلاصتو شويه زيت. نتوما من الاحسن الا كان عندكم استعملوه، هو راهو مضمون خير من الزيت. جبت النص الاول تاع العجينه وراح نشكلو حربوش يكون الطول تاعو على حساب السنيوه اللي نستعملها، انا تقريبا راهو 40 سنتيمتر. نزيد نشكل الحربوش الثاني ومن بعد نبدا نبسط فيهم بيدي.
بديت نبسط فيهم واستعملت صباحتية. شوفوا لي تخاص تاعهم كيفاش خرجوا، باسكو سيبور تاع التليفون راهم جينيين. نتوما كي تبسطوا بالكف تاع يدكم باش ما يخرجوا لكمش فيهم الدودانات. لازم تخرج لكم كامل متساويه من الفوق، ماشي جهه طالعه وجهه هابطه. راح نزيد نسقم الاطراف بليكوبات. راح نحاول قدر المستطاع اني نعطيهم نفس الشكل باش يخرجوا لي الحبات متساويين. كما قلت لكم الطول تاع البودان راهو تقريبا 40 سنتيمتر، والعرض تاعو بعد ما بسطته بيدي راهو بين 5.5 و6 سنتيم. جبت حبة تاع بيض اللي كنت درت لها شويه قهوه، تقدروا ديروا شويه حليب ولا شويه سكر، اي حاجه راح تزيد في لا كولور. نحطهم من الفوق، ومن بعد بالفرشيطه راح ندير هذا الشكل، نخطط الجهه الاولى ونعكسها ونزيد نخطط الجهه الثانيه. وصلنا لأهم مرحلة واللي هي طياب. لازم الفوغ تاعكم يسخن مليح. أنا كنت شعلته ربع ساعة مقبل على 200 درجة. دخلهم يطيبون هبطوا ل 170 درجة. الفنتيلاتور راهو شاعل، والسنيوة نحطها ما بين الرف التحتاني والرف الوسطاني. خليهم 30 دقيقة ومن بعد نزيد لهم من 5 حتى ل10 دقائق وانا شاعلة من الفوق من التحت والفنتيلاتور. اللي عندهم الكويزينيير ديروا سنيوة كيما درتها انا من التحت، ودرجة الحرارة ديروها أقل بدرجة من النار المتوسطة اللي عندكم، يعني على حسب الكويزينيير تاعكم. الكويزينيير لازم تعزوه، خلوه يطيب من التحت من بعد شعلولو باش يحمر من الفوق. بالنسبة للوقت قادر يطيب في 25 كما قادر يطيب في 30 دقيقة، كل وحدة تعرف الكويزينيير تاعها كيفاش طيب. هذا هو الكروكي راهو واجد في صحن التقديم. وريت لكم كيفاش قسمته، خلوه يبرد غير شوية وقسموه، ماشي شرط يبرد كامل. كروكي تاع المحلات ما نعاودوش ندخلوه باش يتحمر من الأطراف، باسكو وحده راح يجي قرمش من برا ويجي طري من الداخل. هذه كانت الوصفة تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قبل ما تروحوا نفكركم اذا ما كنتش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس باش كي نحط فيديو جديد يوصلكم اشعار. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامة، واستنوني في وصفة جديدة ان شاء الله.